تعرض المعلق الجزائري بقنوات بي إن سبورت حفيظ دراجي لهجوم لاذع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ترشيحه للمنتخب الأرجنتيني للفوز بلقب كأس العالم 2022 بقطر. وانهالت التعليقات الغاضبة على حفيظ دراجي واصفة إياه بالمنافق الحاقد والمسخر من لدن كبرانات العسكر الجزائري. واستغرب كثيرون كيف يستكثر هذا الدراجي مجرد مجاملة في منتخب شرف الكرة العربية من باب رفع المعنويات، طلبا منه التعلم من المعلق الرياضي المخضرم العماني خليل البلوشي الذي أبان على الروح الوطنية والانتمائه للأمة العربية والإسلامية. يا دراجي، على الأقل ومن باب المجاملة ارفع من معنويات المنتخب المغربي الشقيق، وأكيد المنتخب المغربي ليس بحاجة لمثلك. الأسود لا يتعبون يا منافق. ألا تتعلم من المعلق الرياضي المخضرم العماني خليل البلوشي روح الوطنية؟ وفي هذا السياق علق أحد النشطاء قائلا: مجرد بوق لكبرانات المراضية، عندهم مرض اسمه المغرب. وأضاف آخر يقول: أتباع تبون عندهم عقدة الخواجة والأجنبي. وعلق ناشط آخر مستنكرا: هكذا هو حال النفوس الذنيئة الحاقدة، قل موتوا بغيظكم، أين برتغالك الآن؟ ومعلوم أن الدراجي لا يتوانى في مهاجمة المغرب حتى بدون مناسبة، ويعلن عداءه للمملكة صراحة، مع أنه زارها قبل وقت ليس بالطويل وحظي باستقبال وحفاوة كبيرين عندما كان ممنوعا من دخول الجزائر بأمر من كابرانات العسكر الذين صار اليوم ناطقا باسمهم ويتملقهم باستهداف المغرب.